مرحبا بالاخ الدبلوماسي، مرحبا بك اخويا، مرحبا بك. السلام عليكم. نبداو حلقتنا اليوم. نتمنى عبيتي شكون؟ نبيل بيلوس. مرحبا بالسي نبيل، مرحبا بالاخ نبيل الشقيق الجيران. السلام عليكم. السلام عليكم. احييك بتحية الاسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الاخ نبيل مرحبا. مرحبا. ما عليكمش. تكلم اخويا. ايوا واش خاصك؟ واش خاصك؟ دابا بغينا شي واحد يجاوبنا على السؤال المحير. سؤال لي تقريبا 70 عام ومازال ما جاوب عليه حتى شي جزائري. كم عدد شهداء الجزائر؟ بون حنا عدد الشهداء تاعنا 1.5 مليون شهيد هكذا، وعندنا تاريخ الاستقلال يوم 5 جويلية 1962. اوكي الان نطرح عليك سؤال. دابا صبر. ما هو تاريخ الاستقلال؟ صبر. دابا انت قلتي مليون ياك؟ اصبر غير انت تسال. لا اسمع لا هو صبر. دابا السؤال ديالي هو كان عدد شهداء الجزائر. وخرجوا فرنسا. غير اسمعني يا صاحبي. والجماجم هادو غير اسمعني يا صاحبي. الجماجم اللي راك تحكي ليهم. واسمعني دابا انت ما جاوبتيش هذا السؤال. كم عدد شهداء الجزائر؟ اعطيني رقم. النقش. يلا قدر اعطي رقم. ما عندكش رقم؟ زين ما عندوش رقم الاخوان، ما عندوش رقم. شي اخ جزائري اخويا جاوبنا، هذا ما عندوش الرقم. هو ابن الشهداء الاخوان، ابن الشهداء غيجاوبنا. حفيد الشهداء وابن الشهداء. مرحبا بأحفاد الشهداء. بيننا الأخلاق ديال جدودكم، نشوفوا كيفاش ماتوا، علاش ماتوا، واش تستاهلوا يموتوا على ودكم ولا لا. مرحبا أخ صدام. واش راكم لاباس؟ والله بخير يا أخو، عندنا أكثر من 10 ملايين شاهد. شحال تقريبا؟ عطيني شي رقم. عندنا أكثر من 10 ملايين شاهد، ومن اندلاع الثورة أول نوفمبر المجيد ضحينا 1.5 مليون شاهد. أنا التاريخ عندي وحررت بلادي بالدم بالشهداء. دابا شحال؟ عطيني رقم شحال تقريبا؟ عندي 10 ملايين. عندي 10 ملايين شاهد من 1830 ونروح بها. عندي أكثر من 10 ملايين شاهد. واش كتقول في اللي قال 100 مليون؟ ومن اندلاع الثورة الجزائرية أول نوفمبر، الثورة المجيدة اللي جدودنا لبسونا بها القش باه نعيدوا حنا نهار العيد أول نوفمبر، نعيدوا نلبسوا لباس الشهداء وحرية الوطن والحرية وأحرار، والحمد لله يا ربي. عندنا خسرنا 1.5 مليون شاهد. دابا واش 1.5 مليون ولا 5 المليون ولا 7 المليون ولا 10 ولا 100 ولا باقيين عايشين؟
والحاصل. المهم انا عندي شهداء شهدوا على الوطن. دابا جاوبني السؤال. دابا واش دابا عندك اختيارات، واش 1.5 مليون ولا 5 المليون و600 الف ولا 7 المليون ولا 10 ولا 100 ولا باقيين عايشين لدابا حيين؟ صح. معليش غابا تنظم لي السؤال تاعك. السؤال تاعك انت هذا راه يهضر من اندلاع الثوره ولا من اللي استعمرت فرنسا دخلت الجزائر؟ نقول لك مناش، من الاحتلال العثماني، من الدوله العثمانيه. من الدوله العثمانيه. انت راك تهضر تا دروك ما فهمتش انا السؤال. دروك انا بين نهضر لك انا عادي بتعبر السؤال تاعك. تسمى تهضر لي انا على الحروب اللي خدناها احنا في الجزائر. ايه معليش نجيبو من الماسينيسا. سير شكرا. قبل الميلاد عندنا حروب، عندنا في الدولة النوميدية عندنا حروب، مع الدولة العثمانية عندنا حروب. كمل. اسبانيا عندنا حروب، مع فرنسا عندنا حروب، عندنا شهداء بزاف لا يعد ولا يحصى. وناظروا من 1830 من حادثة المروحة كما قالوا وجيبوها، عندنا أكثر من 15 مليون شاهد. وفي الاندلاع الثورة المجيدة شحال 15 قلت لي 10 قبيله ولا 15 دابا؟ دروك ما نجمش نعطيك انا رقم نيشان خاطش علاه حنا كنا في حرب. كاين اللي ماتوا مساكين ما راهمش توفاو مساكين، لا غالب شهداء توفى في جبل. ما عندناش احصائيات نيشان. تسمى حنا عندنا حروب، حنا عندنا كاين حروب. دابا ما كاينش احصائيات نيشان، واش غير اللي فاق بكري؟ غير سمعني، غير اللي فاق هو الاول يعطينا رقم. واش بسهوله؟ واش هادشي ساهل عندكم ديال الارقام كتشاير؟ غير اللي جات على فمو يقولها، راه ماشي لوجيك هادشي، راه ماشي منطقي. غير صبر اسمعني، بقى معايا ما تهبطش، بقى معايا. نعطيو امثله باش الاخوان المغاربه ولا الاجانب ولا التوانسه اللي كيشاهدوا باش يفهموا الموضوع ديالنا. بقى معايا. على كل حال سي نور الدين، الثوره عظيمه واللي الثوره اللي نجت 1.5 مليون شهيد. هاي اللي اونكور حاجه اللي ما نقبلهاش. كيف؟ ما كاش 1.5 مليون شهيد. كيف ما كاش؟ على بالي انا رايح نجرح، على بالي راني رايح نجرح، وقالوا لي ودي معليش ما ديناش لانديبوندونس 5 جويي، ديناها ل 3 جويي. يعني ما كاش 1.5 مليون شهيد؟ تشكك في الرقم هذا؟ يا سي نور الدين راك تنسب في كل المسلمات اللي بنى عليها الوعي تاع الشباب كامل. يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه. 60 سنه معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح تاع الشهداء؟ لا وراه يمدهم. ومنين جابوا 1.5 مليون؟ منين؟ 1.5 مليون شهيد. 1.5 باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثورة العظيمة تاع الجزائر 1.5 مليون شهيد، وبن بالله. نشوف واحد اخر. الجزائر تسمى بلد 1 مليون شهيد. نعم. هل هي بلد 1 مليون شهيد فقط ام اكثر من ذلك؟ والعبارة هذه استعملها عبد الناصر لأول مرة واشتهرت. الفرنساويين يعطوا ارقام مختلفة. اعلى رقم يذكرون من الناس اللي هنا ذكروا 650 700 ألف. نهار اللي دخلت فرنسا عندنا هنا 5 ملايين و630 ألف شهيد. فما بالك إذا كانت جحافل التلاميذ والطلبة والمتعلمين والمتمدرسين يبلغون في جزائرنا الحبيبة 1 مليون شخص تقريبا على مستوى وطني. 1 مليون طالب من ما قبل التمدرس إلى نحو الأمية. هذا ليس شيئا هينا، ويقوم على هذا 1 مليون من الطلبة والمعلمين والمتعلمين
حوالي 25,000 22,000 تقريبا من المؤطرين، وتحضنه أكثر من 20,000 مؤسسة تعليمية للقرآن الكريم. مات من أجلها الشهداء ذلك 1.5 مليون. هذا الشيء متفق عليه، ولكن الآن الأرقام تعرفها جميعا توصل إلى 7 ملايين من قوافل الشهداء، من عرفنا ومن لم نعرف، من أجل لا يعلمه الكثير من الناس. نعم. أن عدد شهداء الجزائر ليس 1.5 مليون شهيد. 1.5 مليون هذه في 7 سنوات. دفعنا ثمنا باهظا خلال 7 سنوات. نتكلم عن 10 مليون من الشهداء، نتكلم عن 100,000 عالم. نهاية المعركة تاعنا ضد الاحتلال الفرنسي. خسرنا 100 مليون شهيد لأننا عندما دخلت الاستعمار الفرنسي لقى 10 ملايين من الجزائر. دابا غير جيونا للبر كما يقولوا. واش 1.5 مليون، واش 700,000، واش 5 المليون، واش 7، واش 10، واش 100؟ اسمع، دابا اللي فاق هو يقول لنا ولا شنو؟ صح معليش، اسمعني جندي، اسمعني. تكلم. انت تم همك تحاول تعرف الرقم شحال من شهيد. انا ما كيهمنيش انا يكون عندكم حتى 100 مليون شهيد ولا 200 مليون. انا كيهمني هو الانسان الجزائري يفيق من الخرطي اللي كيخرطوا عليه. صح، خلينا كاين خرطي. نقول لك علاش الخرطي. اسمع الخرطي، اسمع الخرطي، اسمع. الشعب الجزائري خرجنا فرنسا وهي مشاتها وحاربناها في كل مكان. حاربناها لنا في الجزائر وحاربناها في حبوبي في قربها. هم معنا الشهداء موجودين لنا. الزلاج هم معنا الشهداء موجودين لنا. وكلشي كلهم راني لنا. انت او بخوش قلنا فلان تكلم اخويا تكلم. انت دروك الهم تاعك، انت ورا الهم تاعك تحاول تعرف انت شحال كاين. لا ما كيهمنيش انا الرقم الحقيقي. اسمعني. واش انا فتحت النقاش على مع شي سوري ولا مع شي مصري ولا مع شي فلسطيني قلت لك كم عدد الشهداء؟ هاد الشهداء كان الهدف ديالهم تحرير البلاد. الله يجازيهم بخير، الله يرحمهم، الحمد لله، الله يجازيهم. ولكن حنا في 2026 حرام نتاجروا بالشهداء، حرام نتاجروا بهم، حرام في كل مناسبه نطلع نقول لك يا الشهداء الابرار، يا الشهداء. يا اخي راه جميع الدول عندها شهداء، تونس عندها شهداء، راه ليبيا عندها شهداء. غير اسمعني نكمل كلامي. راه العالم فيه الشهداء، راه الهنود الحمر راه ماتوا الناس على بلادهم 100 الملايين. راه الالماني راه حارب الفرنسي، والفرنسي عندهم الشهاده ديالهم، عندهم 20-30 مليون شهيد ما بين الحرب العالميه الاولى والثانيه والثالثه. راه الاتحاد السوفيتي راه عنده الشهاده ديالو، شغلو هذاك. راه البريطانيين راه ماتوا مع النون الشهداء. راه التونسيين والليبيين. حنا ما نهضرش على المغاربه، حنا نجاوب المغاربه عندكم مشكل معنا، حنا ما نهضرش المغاربه. المصريين عندك، فهمني. راه الشهداء العراقيين عندهم الشهداء، راه العالم عنده الشهداء. راه الصيني ومع الياباني. خليني اسمعني غير اسمعني نكمل كلامي، ما تقاطعنيش. راه الصيني والياباني كانت حرب بيناتهم عندهم الشهداء. راه الفيتنامي عنده الشهيد مع الامريكي. راه العالم فيه الشهداء. راه افغانستان عندهم الشهداء، ولكن ما كتلقاش شي دوله في العالم تتاجر بالدماء. اللي كتخرج كل صباح اول حاجه يذكر لك الشهداء، يحيى الشهداء الابرار، الشهداء الابرار. ما كنلقاوش في العالم هذه القضيه الا في دوله الجزائر. حنا كنناقشوا هذه الظاهره اللي عندكم، كنحاولوا نفصلوها ونبينوا للشعب الجزائري بانه العوبه في يد الجنرالات والسياسيين ديالكم. انا نفتخر بالشهاده تاعي، انا جدي نفتخر بجدي، ونفتخر بجد جدي، ونفتخر بجداتي، ونفتخر بجد جداتي، ونفتخر كاع بالشعب الوطني الجزائري. انا عندي شهاده، انا حارب دافع. عباك شوف، لا بتقرا التاريخ وتحاول تعرف التاريخ. اعظم معركه في العالم معركه الجزائر، حرب الجزائر مع فرنسا، اعظم معركه في العالم. خاطر ثم الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. عاود اعظم من الحرب العالميه الاولى والثانيه. اعظم
معركه في الحرب العالميه الثانيه، في الحرب العالميه ما المعركه، اشرح لي المعركه، شنو كتقصد المعركه؟ واش مذبحه ولا معركه؟ اش كاين فرق بين مذبحه ومعركه؟ حرب. انا عندي 1,500,000 شهيد، انت كما يا اخي عندك شوف الا قلت لي عندك 1,000,000 شهيد، راه اليابان في نهار واحد ماتوا ليها اكثر من 100,000 شهيد في نهار واحد، في قنبله واحده بمدينه واحده. كيفاش عندك فهمتي القضيه عندك تما؟ اعطيني انت مغربي انت كمغربي في المملكه المغربيه. اعطيني حرب فيها شهداء. انا ما حاربتش انا ما جاش عندي الشهداء في واد المخازن، ما جاش عندي الشهداء في معركه ايسلي، ما جاش عندي الشهداء كاع في حرب الريف، ما جاش الشهداء هذوك القطط مشاش هذوك قطط اللي ماتوا عندي انا، ماشي شهداء. اعطيني معركه انت فرنسا. راه قلت لك واد المخازن. انت فرنسا السلام عليكم. صبرا شو استاذ شنو تقول؟ تكلم. مرحبا. انا مغربيه، بنت 90 عايشه في امريكا، مزوجه مغربي. اخوي العزيز، نقول لك واحد الحاجه. انت كان الافتخار ديالك بان ماتوا عندك شهداء. انا افتخار ديالي اخر دوله استعمرت، اول دوله اخذت الاستقلال. احنا ناس مسالمين، ما عندناش الحرب، فهمتي؟ ولك الكلمه وانا غنجاوبك على كل كلمه قلتيها. اعطيك ميوت وانت تعطيني ميوت، ما عنديش مشكله. انا عندي حوار نقاش استاذ. كلمه خلي تا هو يهضر يجاوب على راسو، حتى غنجاوبو، ما عنديش مشكل. حوار نقاش استاذ. قال لك بان المغرب ما عندوش الشهداء، ما عندناش الشهداء. اوكي، الشهداء ما عندناش. علاش؟ حيت حنا اول حاجه دوله ناس مستقلين بنفسهم. الوقيته اصلا حتى اللي داونا حتى ملكنا اللي هو محمد الخامس، داونا من فين كان عندنا واحد الاسلوب اللي هو حضاري، وعرفنا نحافظوا على الملك ديالنا. كنا اخر دوله استعمرنا واول دوله خدينا الاستقلال. حنا عندنا ولاد بلادنا دمهم غالي. انا ما نفتخرش بدم ولد بلادي 100,000,000 شهيد، حيت عندنا رجال. انا يقولوا لي 1,000,000 شهيد يرى لي انا ما عنديش رجال في هذه البلاد هذه. اويري هي ناري. ده احنا على المغربيات درت لاله عيشه وداروا هذا. شكون هذوك العيالات هذوك اصلا اللي كانوا نفوتوا وما كيناقشوك وما كانوا كيهضروا وتهما في التاريخ استاذ؟ راه ما كاين عيشه حتى شي حاجه. هذوك بنات تهما كانوا ناضلوا. حتى حنا كانوا عندنا واحد الجيش اللي ما نقولكش عليه، رجال حركه. واللي بغى يعرف حق المغرب هو عارفه. هذا هو الموضوع استاذ. انت تقولي احنا ما عندناش شهداء، تقولي انت دخلتي تحت الحمايه تاع فرنسا في 1800. عندنا واحد الشهداء. خلي يقول هذه الجمله. اي سنه التاريخ بالضبط قول؟ دخلتي تحت الحمايه تاع فرنسا، المغرب، المملكه المغربيه. اي سنه دخلت في الحمايه تاع فرنسا؟ اي سنه؟ قلتي 1800 وشي حاجه. قول 1840 ولا 1800 و 1840. منين جات؟ واش عارف تقول ولا كتخلط علينا دابا؟ ماني عارف شنو راني نقول. واش عارف؟ على بالي واش راني هبط لجوجل الله يحبك وقلب. هبط لجوجل وسيرشي امتى تمت الحمايه في المغرب. ما غنجاوبكش انا. هبط لجوجل هبط سول تاريخ الحمايه في المغرب 1912 ولا قلب. تكلمي اختي، تكلمي استاذه لميا. كنت غنجاوب بواحد الفيديوهات ديال حسن الثاني كيدافع اصلا على الجزائر وهي مستعمره، وكيفاش هما كيدافعوا علينا وحطوا المعارضه. كنت غنجاوب عليه واحد الفيديو، انت وقفتينا استاذ، كنت غنطلعوا اصلا وغنجاوبوا. بغيت نقول له الحمد لله. ولو كيقول لنا بنت الطرام لابسه القفطان. اوكي، لابسه القفطان مزوجه مغربي. اوكي، حنا عندنا رجال، حنا عندنا ناس يتزوجوا، ما عندناش ناس اللي كتموت. انا عارفكم واحد الموضوع، حنا ناس اللي حنا زويونين في عقليتنا، كل مع الناس كاملين، فهمتيني؟ وكان دابزو، حنا دابزنا، راه دابنا في الشارع. انا بنت 90 وتجي اللي داروا هاد الفوضى مثلا في الشارع المغربي، راه ولات 90 وقلنا ما باغيينش كاس العالم.
جعفناكم كاملين جبنا كاس العالم وتصالحنا. شفتي اللي تبعنا راه حماق. هذا هو الموضوع اخويا العزيز، اللي عنده شي كلمه يهضر. تفضل اخ عثمان. السلام عليكم خويا العزيز. مرحبا. شي بخير. تحياتي خويا العزيز، الله يحفظك. الله يحفظك. غير واحد النقاط شير اليوم الاخ الجزائري بغينا نعقبوا عليهم. بالنسبه حنا كمملكه مغربيه ما كنفتخروش بعدد الموتى اللي تقتلوا لينا من طرف الاستعمار. نتوما فاش كتفتخروا بعدد الموتى اللي قتلوكم في ايام الاستعمار، دوك نتوما راه خسرتوا في هذيك المعركه اللي فيها 5 المليون. كيفاش خديتوا الاستقلال تاعكم اللي هو استفتاء بنعم اولى وكتقولوا عندنا 1.5 مليون شهيد؟ راكم تقتلتوا الجزائري. نتمنى مشيتوا واحد ما يقاطعني. الجزائري راكم تقتلتوا. حنا كنفتخروا مثلا الا افتخرنا كنفتخروا بالمعركه ديال الملوك الثلاث. الا كنتي كتعرف المعركه ديال الملوك الثلاث غتعرف راه فضحكم ماكرون في البرلمان المغربي. اسكت خذ صبر اصاحبي، صبر ينتهي. صبر ينتهي. تعلم اسلوب الحوار والنقاش، تعلم ينتهي السيد عثمان وخذ انت المايك، ما كاينش يقاطعك كاع. تكلم اخويا عثمان تكلم. فاش غتمشي غتقلب على المعركه ديال الملوك الثلاث غتعرف شكون هما المغاربه، وغتعرف شكون اللي طيحنا البرتغال اللي كان ديك الساعه. ملك جمل المملكه الجميله. واسمع دابا انت كتقول في التعليق. اسمع لي اخويا عثمان، دابا هذا في التعليقات كيقول لك طلعوني تخافوا من الجزائر. طلع انت طلعتي، ها هو طلع. يلا تكلم واسمع. واش الاسلوب ديال دابا هذا مصلح كيقول لك طلعني كتخافوا من الجزائري، كتخافوا. ها اسلوب، ها الحوار الجزائري اسلوب سوقي، اسلوب ديال البهائم، ديال الزريبه. هاش كيعطينا للزريبه غير الروائح الكريهه. تكلم اخي عثمان تكلم. الله يحفظك خويا العزيز. بالنسبه لقلنا سير قلبوا على المعركه ديال الملوك الثلاث، شوفوا شكون اللي طيحنا. المغرب شكون اللي طيح. والاشاره الثانيه كيدوي على الحمايه. فاش كندوي على الحمايه، فرنسا فاش جات بغات تدخل المغرب لقات ما يسمى بدوله، يعني دوله قائمه بذاتها. غتستعمرها طريقه النوع تاع الاستعمار اللي خاصه تستعمرها هي نوع سميتو الحمايه. غنشوفوا ان فرنسا فاش دخلت الجزائر دخلت بواحد النوع تاع الاستعمار ما يسمى الاستيطان. الاستيطان كتكون هذيك الارض ليس لها سياده، ما عندها السياده. والدليل قبل 1962 ما كاينش رئيس حكم الجزائر قبل 1962 ونتحدى اي جزائري. دونك هذيك الساعه كانت هذيك الارض كانوا فيها العثمانيين باعوا الفرنسيين، فهمتيني. وكنبقاو حنا ابناء الملوك والتاريخ راه كيحكم على راسو. تحياتي خويا جوندي. مرحبا خويا. مرحبا بك. لا اخويا خليك معنا الله يعطيك السر. نوري واحد الفيديو الله يعطيك السر اللي هو اصلا الحزن الثاني كيجول في الشوارع وكيقلب لهم على الحل باش ما يموتش مليون شهيد. طبعا تا هما بما وجدت الفيديو الاخت لمياء. تكلم اخي اكرم تكلم. السلام عليكم. مرحبا. مرحب بك الجنه ان شاء الله. الله يحفظك خويا. يحفظك. السلام عليكم الخوت. مرحبا ورحمه الله. انا نتحداك، واني قلت لك نتحداك يعطيني شهيد واحد مغربي، شهيد واحد ماشي زوج ولا ثلاثه، واحد برك اللي طيحوا الامبراطور. واش كنت تهضر دوك؟ عطيني شهيد واحد نحوس عليه، ودوك نفتح لك لاكام وبالوثيقه نعطيك. بغيتي شهيد واحد فقط؟ واحد برك واحد. صبر. دخل اليوتيوب ادخل شوف قلب. انا ندخل اليوتيوب. مروك مغربي. لا غنجيب لك انا الصيني. واحد هذا واحد. هذا اللي جاهد على بلادك وما تعرفوش راح تقلب عليه. قول لي اصبر. تفضل. الشهيد ما عنده حتى قيمه عندكم. ما عندناش الشهداء حنا. انتم عندكم الشهداء فقط
فقط تخصص الجزائري في العالم هو اللي كيموت شهيد، هو اللي كيعرف ينبطح ويطيح. ملي غيشوف الاجنبي، ملي غيشوف العسكري الفرنسي، عندكم الجزائري هو اللي كيتلاح وكيطيح بحال هكا وكيموت، وحيد في العالم هو اللي كيتحارب. اللي داو لكم تيندوف وبشار وجدودك سمحوا فيها، جدودك انت اللي سمحوا جدودهم سمحوا فيها. حنا ما ماتوش عندنا الشهداء، حنا ما تماتوش الشهداء لدرجه بان الشهداء ديالنا حنا سلفناكم الشهداء، حنا المغرب سلفكم الشهداء باش يموتوا في بلادكم. قلت لك باحترام، قلت لك باحترام. لا انا ما قلت لك والو، قلت لك حنا سلفناكم الشهداء باش يموتوا عندكم. تيندوف وبشار وهذوك اللي كتهضروا عليهم هذوك المغاربه. لا ما تكلمناش على شهود ما تكلمناش على تيندوف وبشار، غير سمعني باش يكون حوار منطقي. خلينا نهضر. قلت تيندوف وبشار اراضي مغربيه هكا نيشان صحيح. اراضي مغربيه صحيح. جدودك علاش ما حاربوش عليها وداوها؟ شكون اللي حاربوا عليها؟ الشواكر الرجال. يلا ممكن دير ميوت نجاوب ودير ميوت طرح شي سؤال تاعك. علاش جدودي انايا ما حاربوش عليها؟ يلا دير ميوت باش نجاوب. كتعرف ما يسمى بمعركة إيسلي؟ هاد معركة إيسلي أخي أكرم هي اللي وقع فيها معركة ما بين المغرب والجزائر. علاش؟ حيت المغرب كتدعم الثوار الجزائريين، هذوك الثوار الجزائريين اللي كتقول أنهم ماتوا شهداء. غنشرح لك بطريقة غير مباشرة. هذوك الشهداء اللي كانوا كيموتوا جاو المغاربة كيعاونوهم باش ما يموتوش بزاف. غنشرح لك بواحد الطريقة ديال الخوشيبات، فهمتيني؟ وفاش طحنا مع معركة مع فرنسا أكرم اللي هي غنخسروا فيها هذيك المعركة. من جنسية مغربي. هي قوة، كانت هذيك الساعة فرنسا قوة، خسرناها وداروا علينا واحد الاتفاقية. ديك الاتفاقية اللي خسرنا فيها هذيك الأراضي ديال الصحراء الشرقية المغربية ياك أكرم، ودارت علينا أننا غادي ناخذوا هذيك الأرض اللي هي الصحراء الشرقيه. ولكن الملك حسن الثاني الله يرحمه قال لهم لا، حتى تستقل خوتنا الجزائريين، وهذيك الساعه غادي ناخذوهم عند خوتنا الجزائريين. ولكن خوتنا الجزائريين طلعوا مساكن ما كيف ما كنقولوا منافقين. شلاه بيا شكون اللي ديالو معاهم؟ باحترام النفاق ماشي النفاق صفه من صفات المنافق. لا النفاق عادي ماشي كلمه عيب، ما هو السب ولا جرح. قال النفاق كاين حتى في القران ديال الاحاديث، كلمه النفاق ماشي عيب. اسمع لي، الملك تاعك الثاني، الملك الزوج تاعك، الملك الثاني علاش شكون الملك الثاني؟ شكون الملك الثاني؟ الملك الثاني الملك الثاني لقاه هو مولاي علي الشريف. شكون الملك الثاني؟ والله ما نعرفو. انت باك تقول له حكايه انا والله ما نسمع به كاع. لا قول لي انت تقول الملك الثاني. شكون الملك الثاني؟ ما على باليش، ما نعرفش كيسموه. عندي 27 ملك غير في الاسره العلويه، عندي 27 اين ملك فيهم؟ الملك الثاني اللي قبل بالترسيم. لا شكون هو الملك الثاني؟ شكون هو؟ عطيني سميتو. ما على باليش حسن الثاني ولا حسن الرابع. انتم عندكم بزاف ملوك، اللي جاي يملككم فهمتني. هذاك علاش قبل بالترسيم الحدود. كون كان بحال راجل، كون كان بحال قال لا قال انا ما نقبلش بترسيم الحدود. برافو جاوبك صح. شوف كانت اتفاقيه ما بين الحسن الثاني الله يرحمه وما بين الهواري بومدين على ترسيم الحدود ياك. الاتفاقيه اللي ماشي واخا اسمعني اخي العزيز. الاتفاقيه اخي العزيز مع المهم هاد الاتفاقيه اخويا العزيز عندك اتفاق. استنى اخي العزيز، استنى انا غنجبد لك اخويا. الاتفاقيه ما تقاطعش على ما اسلوب الحوار. سولتي خلي السيد يجاوب. نجاوبك اخي اكرم. هاد الاتفاقيه فيها جوج بنود. هذوك جوج بنود الا ما تحترموش اكرم غادي نرجعوا من الازيرو. شنو هما جوج بنود؟ حيت كان الحسن الثاني تبارك الله كان عارض الخيانه ديال الجزائر. البند الاول في ان الثروات ديال الصحراء الشرقيه تكون مشاركه ما بين المغرب والجزائر وغادي تخرج من ميناء اكادير. هذه الاتفاقيه الاولى. والاتفاقيه الثانيه اعتراف الجزائر بالصحراء المغربيه. هاد الجوج بنود ما تحترموش.
دونك راه باقي حنايا معاكم في هذيك الصحراء الشرقيه، ان شاء الله كيف ما رجعنا. الحمد لله. على بالك علاش عندك الصح في هذه ماكش غلط فيها، راك نيشان راك سوا بصح على بالك علاش بومدين الله يرحمه علاش دار لكم هكا. دوك انا فاهم خويا، الشهداء اللي كانوا عندكم، المجاهدين اللي كانوا عندكم وخنتوهم عن طريق طائره فرنسيه، الخمس شهداء مجاهدين اللي الحسن الثاني تاعكم اللي خانهم، هذه ما نساوها لكمش هذه صاحبي. التاريخ لا يرحم. الخيانه بدات من عندكم، اسمع لي كلامك خليني نكمل. الخيانه بدات من عندكم. الخمس شهداء اللي تخانوا عن طريق طائره فرنسيه وراحوا ماتوا الله يرحمهم. اسمعني جاوبك في هذا السؤال. اسمعني باش ما نخليكش تمرر شي مغالطه، باش ما تمررش شي مغالطه. لا مغالطه. نسولك هذا السؤال، فين عاشوا هاد الخمسه؟ فين عاشوا؟ ياك استقلت الجزائر فين عاشوا بن بله سميتو بوضياف فين عاش؟ كيفاش انا نخون بوضياف غيجي يعيش عندي؟ ايت الحسن فين كان؟ بن القاسم فين كان؟ في قتلتوهم؟ شكون اللي قتلهم؟ ماشي نتوما قتلتوهم من بعد الثوره، من بعد الاستقلال. كيفاش انا غنخون خمسه وهما غيجيو يعيشوا عندي؟ من بعد الاستقلال ديالهم غيخليو بلادهم، غيخليو الارض المحرره ارض الشهداء، وغيجيو عند الخائن يعيشوا عنده. والدليل اخي العزيز ان بوضياف تسجل في الجزائر وعلى المباشر. كان عايش في المغرب معزز مكرم، داوه في التسعينات قتلوه. علاش ما تقتلش المغرب؟ يلا المغرب خائن. يلا المشاهد جاوب. اطلق المايك اصاحبي. ما كيعرفش يحل المايك واخا. نوريه قال لك المغاربه ما ماتوش عندهم. قلت انا في بلادك المغاربه حروكم عاونوكم في الثوره. قال لك لا بغا نجبد لك فيديو. صبر بقى معايا وقول لي شكون هادو. بارك شوف من جنسيه مغربيه وتونسيه فرنسيه بلجيكيه لبنانيه مغربيه سويسريه تونسيه. الله يبارك ما شاء الله. مغربي فرنسي. شوف مغربي فرنسي الماني فرنسي مغربي فرنسي جنسيه مغربيه من المملكه المغربيه هادو كاع خوتنا مغاربه اللي ضحوا من اجل القضيه الجزائريه. ربي يبارك ما شاء الله بالاسامي ديالهم. الله يبارك ما شاء الله. ربي يرحمهم وان شاء الله يكونوا من اهل الجنه. خوتنا العزاز اسماوات بزاف والله يبارك. معظمهم كما قال خونا عندهم جنسيه مغربيه. ايليك هادو كاع اللي ضحاو تاني وعاونوا خوتهم الجزائريين جنسيه مغربيه وتونسيه. ربي يرحمهم ويسع عليهم وان شاء الله يكونوا من اهل الجنه ويرزقهم ربي بجنه الفردوس الاعلى. خوتي العزاز شوفوا لي بك هنا مثلا هاد الاسماوات العياشي محمد فاطمه محمد بن محمد عبد الله محمد فاطمه محمد بن طاهر. هادو كاع الاسماوات بن مزيان بن يونس. اخوان اللي في المغاربه اللي لقيت كنخاطب المغاربه كبسوا الاخوان الله يحفظكم. كبسوا راه كيوصلوني السينيال ديالهم اشعارات ديال السينيال. كبسوا الاخوان كبسوا. راه الجزائري ما يقدرش يصبر حيت كيتفضح له الكذب ديالو. كيتفضح الاسطوانه ديالو المشروخه اللي كيطلع يهيج على الشعوب ويبدا يكذب على الشعوب. انا كنفرشوه دابا يا اخوان. يكبسوا ما طلبنا منكم لا برده لا سبع لا والو، هي تكبيسه فقط. رزقي لقب
بون لقب والاسم محمد بن ميمون بن محمد، هادو كاع خوتي العزاز. شوف جنسيه مغربيه تونسي، ومن بعد هادي كاع مغاربه. تبعوا معايا حتى لهنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26. الله يبارك ما شاء الله. خاطر كاين بزاف الاسماوات، كاين بزاف من جنسيه مغربيه ما نقدرش نقراوهم كاع. قائمه اصدقاء الثوره من الاجانب، هادو ماهمش غير اصدقاء، هادو كما نقولوا راهم مجاهدين في سبيل الله وفي سبيل الاسلام، وقفوا مع خاوتهم جزائريين في الثوره تاعهم ضد الاستعمار الفرنسي. خاوتنا عدد كبير من الجنسيه المغربيه. الله يبارك. توانسه ومغاربه، كاين المغاربه انا نشوف اسماء تاع المغاربه بزاف، وكاين خاوتنا ثاني توانسه كما كان شفتوا من جنسيات اخرى ليبيه لبنانيه حتى هادشي ما نحسبوش، هادشي ما محسوبش. الشهداء تخصص جزائري. الشهاده الفلسطيني ما كيموتش شهيد، السوري ما كيموتش شهيد، المصري ما ماتش الشهداء في مصر، الاردن ما ماتوش فيهم، تركيا الامبراطوريه العثمانيه ما فيهاش الشهداء. الشهاده تخصص جزائري، الوحيد الذي كيموت في العالم هو الجزائري. الروسي والفرنسي والبريطاني والايطالي والاسباني ما فيهمش هما الشهداء، ما ماتوش على بلادهم. الصيني الياباني ما فيش الشهداء. الشهاده كاينه في الجزائر. الجزائري هو الشهيد في العالم، حتى شي واحد ما كاين شهيد الا الجزائري، هو اللي كيموت. حيت الجزائري هو اللي كينباطح، هو اللي كيطيح ابلافونتخ، هو اللي كيطيح الارض، اللي كيشوف الرصاص، هو الوحيد اللي كتجي فيه الرصاصه. الشعوب الاخرى ما كيموتوش، الجزائري هو اللي كيطيح الارض، هو اللي كيموت، هو اللي كيضحي على بلادو. الشعوب كامله ما فيهاش تضحيه، حتى واحد ما كيضحي على بلادو الا الجزائري، هو اللي الشهيد. يلا طلع المجتهد جاوب، طلع قولوا لنا كم عدد الشهداء عندكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا انت كي قاعد تقول لي المجاهدين المغاربة، حنا رانا مستعرفين بهم ورانا كاتبينهم، وجامي نهار ما استعرفناش بهم، فهمت عليا ولا لا؟ كون جينا ما استعرفناش بهم ما نماركيوهمش خلاص. هذا باك واش حبيت نقول لك، حنا انا خويا جاوبت غير اسمعني، انا جاوبت اسمعني، انا جاوبت واحد الاخ جزائري قبل منك اكرم سميتو، قال لك ما كاينش الشهداء في المغرب. قلت لي احنا الشهداء ماتوا عندكم، حنا سلفناكم ناس من عندنا مشاو لعندكم وماتوا وضحاو بروحهم عندكم، وجاي تقول لك ما كاينش منها. اللي فاهم عليك بصح اخويا، حنا عمرنا ولو كان ما استعرفناش بالمغاربه ولا بالتوانسه ما جاهدوش معنا، سي فري جاهدوا معنا وعاونونا وكتر خيرهم وربي يرحمهم. داكشي اللي كاين، ربي يرحم الشهداء. اي واحد مات على قضيه ديالو عادله الله يرحمه، هادشي اللي كنقول. السلام عليكم. دابا كان عليكم السلام ورحمه الله خويا. هذا ما كان علي نبدا نهضر. سين دقيقه تكلم اخي انيس ولا انايس يانيس، تكلم اخويا. كم عدد، تقدر تعطيني هذا الرقم محدد كم عدد الشهداء؟ هذا ما كان اللي عندي انايا، انا على بالي شوفوا نعرف التاريخ وعلى بالي واش كاين ونعرف واش ما كاش. على بالي بلي المغاربه جاهدوا معنا وتوانسه جاهدوا معنا وكثر خيرهم وربي يرحمهم، وان شاء الله كما نقولوا في اعلى المراتب في الجنه ان شاء الله. الله يقبل الشهاده ديالهم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا خويا، شكرا. تكلم بلال. تكلم. دوك نتكلم، ما انا نجاوبك شحال كاين. في السبع سنين تاع الثوره دوك من 54 ل 62 طاحوا 1.5 مليون،
ومن 1830 حتى ما استقلت فوق 6 ملايين باسكو كان شحال تقريبا؟ مليون ونص 6 ملايين هي 7 ونص. لا كلش واحد 6 ملايين كلش 6 ملايين هكاك. يعني وشنو الراي ديالك في هذه الارقام المتضاربه ديال كل واحد كيعطينا رقم؟ ما ثابتاش القضيه ما بين 6 7 8 9 10 12 20 100 200. الثوره التحريريه ثابته بصح اللي من 1830 حتى الاستقلال فيها مضاربات بين 5 بين 6 باسكو صارت اباده كبيره، كاين عروش صارت لهم اباده كامله. دابا المشكله كاين السداد ديال التاريخ ديالكم، وكاين الناس اللي كيطعنوا حتى في هذه القضيه ديال مليون ونص. حتى مليون ونص كيقول لك ما كاش منها. شنو الراي ديالك فيها؟ لا ما كاش اللي يطعنها. ايوا صبر، بقى معايا دقيقه، بقى معايا ما كانش ما تجيبليش فيديو تاع مليون ونص شهيد. هاي اللي اونكور حاجه اللي ما نقبلهاش. كيف ما كاش مليون ونص شهيد؟ كيف ما كاش مليون؟ على بالي انا رايح نجرح، على بالي راني رايح نجرح، وقالوا لي ودي معليش ما ديناش لانديبوندونس 5 جويي، ديناها ل 3 جويي. يعني ما كاش مليون ونص شهيد؟ تشكك في الرقم هذا؟ يا سي نور الدين راك تنسب في كل المسلمات اللي بنى عليها الوعي تاع الشباب كامل. يليق وصل الوقت وين نشوفوا الحقيقه. هل مثلا شحال عندنا من بعد الاستقلال؟ 60 سنه. معليش. هل الوزير تاع المجاهدين ينجم يمدنا الرقم الصحيح تاع الشهداء؟ لا وراه دير يمدهم. ومنين جابوا مليون ونص؟ منين؟ مليون شهيد. منين ونص؟ باسكو جمال عبد الناصر في 62 قال الجزائر الثوره العظيمه تاع الجزائر مليون ونص شهيد، وبن بالله عاودها كي جا خرج من الحبس في على كل حال هذا تشكيك كبير في كاش واحد. الجزائر تسمى بلد مليون شهيد. نعم. هل هي بلد مليون شهيد فقط ام اكثر من ذلك؟ هو العباره هذه استعملها عبد الناصر لأول مرة واشتهرت. الفرنساويين يعطي أرقام مختلفة. أعلى رقم يذكرون الناس اللي هنا ذكروه 650 700 ألف. النهار اللي دخل فرنسا عندنا 5 ملايين و630 ألف شهيد. لا يعلمه الكثير من الناس. نعم. أن عدد شهداء الجزائر ليس 1.5 مليون شهيد. 1.5 مليون هذه في 7 سنوات. دفعنا ثمنا باهظا خلال 7 سنوات. نتكلم عن 10 مليون من الشهداء. نتكلم عن 100,000 عالم. شهيد في المعركة تاعنا ضد الاحتلال الفرنسي. خسرنا 100 مليون شهيد لأننا عندما دخلت الاستعمار الفرنسي لقى 10 ملايين من شنو الراي ديالك اخويا؟ دابا شحال الرقم الصحيح فين يعتمدوا عليه؟ انا نجاوبك انا كيما نجيك صحيح. هادو اللي جوزتهم نصهم هابا يا مسدور وهذاك المعارض تاع الماك هذا مهبول. هذا الجزائر تسمى بلد مليون شهيد. نعم. هل هي بلد مليون شهيد فقط ام اكثر من ذلك؟ هذا هو العباره هذه استعملها عبد الناصر. هذا مهبول. الاخضر الابراهيمي مهبول. ما غاديش على الاخضر الابراهيمي باسكو صاحب عبد الناصر هو اللي عنده المقوله تاع المليون. لا جاوبني الاخضر الابراهيمي مهبول. رئيس الجمهوريه مهبول. اسمح لي مهبول. واش رئيس دابا انت كتقول لي هادو مهابل؟ انا ما قلتلكش كامل، قلت لك فيهم كاين اللي مهابل اللي يثيروا برك. هذاك تاع 100 مليون دوك انت هذاك ديروا هذاك انا باش هذاك 100 مليون اسمع لي هذاك كان مرشح باش يكون رئيس الجمهوريه. فراسكم شكون هذا اللي كان مرشح؟ هذو 100 مليون هذا كان مرشح باش يكون رئيس الجمهوريه. شهيد في المعركة تاعنا ضد الاحتلال الفرنسي. خسرنا 100 مليون شهيد لأننا عندما دخلت الاستعمار الفرنسي لقى 10 ملايين من
اي واحد في الجزائر يقدر يترشح. على بالك انا غدوه من داك نافيغي 40,000 استماره نروح نترشح. اي واحد عنده الجنسيه الجزائريه يقدر يترشح. راك فاهم الاخ؟ مليون ونص فهمتك. قادرة تكون اكثر بشويه، قادرة تكون قل بشويه، قادرة تكون اكثر بزاف، باسكو كل بلديه في الجزائر عندهم القائمه تاع الشهداء تاعهم، وماهمش اسماوات ماكش منهم ولا. ديجا انت راك صوت هذيك تاع اصدقاء الثوره الجزائريه اللي فيها بزاف عباد، مالي، مغرب، تونس. راك فاهم؟ فهمتك اخويا، فهمتك. علاش دابا انا طرح النقاش، وهذا النقاش خصو يطرحو جزائري ماشي مغربي، لا يطرحو الجزائري. الجزائري خصو يطرحو. علاش خصو يطرحو؟ حيت الا حصرنا عدد الشهداء في واحد اللائحه تكون رسميه ديال الدوله الجزائريه، ديال وزاره المجاهدين، طلعت واحد اللائحه وسدينا. حيت عدد الشهداء تسدوا. امتى تسدوا؟ يوم استقلال الجزائر، يعني نهار استقلت الجزائر بالضبط. سمعتي؟ ياك 5 جويلية، ما عقلتش امتى بالضبط، ولا 3 جويلية، نهار استقلت الجزائر 5 جويلية. فهمتي؟ تما لائحة الشهداء خصها. اللي مات بعد الاستقلال ما نحسبوش شهيد. فهمتي؟ متفق معايا. ولكن باش نوليو اللي شديناه نخشيوه شهيد، اول حاجه خصنا نفرقوا بين الحركه والشهاده. واش كتفهمتي؟ يا غوست خاص الشهداء يكونوا بوحدهم والحركه بوحدهم. ميمكنش نحسبوا الحركه والشهداء واللي مات هنا نحسبوه شهيد. علاش نقول لك علاش حيت باقي الان الناس كيسترزقوا بالشهاده. باقي الناس في وزاره المجاهدين مدخلين اسماء حتى هما كيدخلوهم باش ياكلوا الدعم ديال الشهداء. واش كتفهمني؟ راني نسمع فيك وكنجاوبك انا. تكلم. انت راك تقول المليون ونص كابول كيحسبوا يلقاو اكثر من المليون ونص. راني نقول لك بلي كابول الشيء المؤسف شغل المغرب بعد 50 سنه ولا يشكك في الثوره الجزائريه. شغل من قبل كانوا يعترفوا بها، اللي هي ثوره تدرس في جميع انحاء العالم، هي وتاع فيتنام، ما ثوره معروفه. انا ما فهمتش علاه في المده هذه بالتحديد ولاو يشكوا في الشهداء وفي الثوره الجزائريه اللي فيها اسماء وصلت العالميه كيما جميله بوحيرد. ستان سامبول مونديال، ماشي حاجه لا ماشي صح اتفق معك. حسيب العدد الحقيقي ما تقدرش تحسب اكزاكت. ما تقدرش اوكي ما تقدرش، ولكن ماشي يجي رئيس الجمهوريه ويعطي رقم ديال 5,630,000 ويجي واحد يقول لك 12 مليون وواحد 7 مليون. خاص شي حاجه رسميه اللي يعتمدوا عليها الشعب الجزائري كامل، ماشي اللي فاق بكري واللي سبق يعطينا رقم من 5 ل 12 10 اللي فاق يقول رقم. هما المليون ونص كيما كاع متفقين باللي في ال7 سنين هذوك، باسكو هذوك اللي كاين اللي ماتوا في 1945 في المظاهره تاع ويماي قتلوا 50,000. هذوك ميم با ماشي حاسبينهم في المليون ونص، يكون على بالك ماشي محسوبين. هذيك المليون ونص راهي في المده تاع 7 سنوات. والمليون ونص هذوك ماشي كامل كانوا رافدين السلاح، كاين دراري صغار، كاين نساء، كاين شيوخه. شوف في القوائم تاع الشهداء تلقى اللي مات على اساس مدني، وكان اللي مات على اساس كان في الجيش تاع جبهة التحرير. متفق معك اخويا، متفق معك. وكاين اللي ما لقاوش. دابا اسمعي دابا حنا ما كنشككوش في الشهاده. اي استعمار خرج من شي بلاد نحسبوهم اسمعي حنا ما كنشككوش في العدد ولا في الشعب. اي واحد مات على الوطن ديالو يعتبر شهيد، اللي هو كيدافع على الارض ولا العرض ديالو. واش فهمتيش؟ حنا عندنا الاشكال هو لماذا تتاجر الجزائر والسلطه الجزائريه بالشهداء؟ لماذا يتم ذكرهم صباح مساء؟ اسمعي صباح مساء صباح وعشيه. فهمتي؟
يحيى الشهداء، الشهداء الابرار، يحيى الشهداء، الشهداء الابرار. في اي مناسبه اين افتخار؟ واش العالم لا يفتخر بشهدائه؟ واش بالسوري هما السوريين خداو دابا غنكمل لك، هما السوريين طيحوا النظام. واش بالك في الاعلام السوري دابا صباح عشيه ولا خطابات الرئيس السوري كيخطب يقول لهم شهداء الابرار؟ كاين فرق. الفلسطيني كيموتون يوميا 10 20 30 واحد، ما كيقولش الشهداء صباح الشهداء عايشين حياتهم، ما كيتاجروش القضيه، ما كيتاجروش الفلسطينيين نهار يدوا الاستقلال اللي هو شيء محتوم حسب العقيده تاعنا، راه يفتخروا بالشهداء تاعهم، راه يتكتبوا كاع من 48 حتى اليوم يدوا في الاستقلال. الفلسطيني الشعب كيخدم، ملي غياخذ الاستقلال ديالو ان شاء الله الى كتب غينوض يشتغل، ما يبقاش شاد هوايه في الماضي، ما يبقاش عايش في الاستعمار الماضي، غينوض يشتغل يبني بلادو، ما يبقاش يبيع ويشري في الشهداء، ما يبقاش يدخل الاسماء الشهداء تدخل شهيد باش تخلص باش تاخذ الدعم ديال وزاره المجاهدين، ما يبقاش ندخمو في وزاره. واش دابا واش في شي دوله في العالم اللي عدد المجاهدين كيتزاد ماشي كينقص؟ استقليتو 70 عام هذه على الاستقلال، وعدد المجاهدين في وزاره المجاهدين يزداد ماشي كينقص، كيتزاد عدد المجاهدين. شكون قال لك يزداد؟ ايوا راه كيتزاد. ايوا دخل شوف الاحصائيات ديال وزاره الشهداء ديال المجاهدين، كم عدد كانوا شحال ولا دابا؟ كل مره كيزيدوا، كل عام كيتزادوا فيه الشهداء، ماشي شهداء المجاهدين. لا باش ثاني اغلى وزاره في الجزائر هي وزاره المجاهدين. علاش؟ حيت هي مصدر الارتزاق. في اوروبا عندهم قدماء المحاربين يخلصوهم، كيتزادوا ولا كينقصوا؟ عندنا المجاهدين كيتزادوا ولا كينقصوا في اوروبا؟ ما كاش منها كيزيدوا، ما كاش منها، لكن الاغلبيه ماتوا. دوك الصغير فيهم عنده واحد 75 ولا. تكلم رضا، تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. انا عندي جدي شاهد، ماهوش مديكلاري، ما نخلصوش عليه، مات في سبيل الله. كاين شي شهداء ماتوا الان ما مش عارفينهم حتى وين راهم مدفونين، جات الطياره بومباردات البلاصه هذيك، ماتوا كامل. الله ربي يرحمهم. وحنا ما نفتخروا بالشهداء نتاعنا. عندنا بزاف المناسبات، ذكرى 17 اكتوبر، ذكرى 8 ماي، اباده جماعيه في نهار واحد 45,000 واحد شهيد نفتخروا بها. حنا علاش نذكروا بزاف الشهداء والمجاهدين؟ بس عندنا ذكريات بزاف معهم، مع الثوره الجزائريه. كاين اول نوفمبر، 5 جويلية، 8 ماي، 17 اكتوبر، يوم الشهيد. عندنا بزاف هذو تالموا اللي عندنا بزاف ذكريات مع الشهداء اللي حرروا البلاد، عندنا نذكرهم بزاف. فهمتك. اي، وهذوك المغاربه اللي كانوا مكتوبين في السجل تاع الشهداء، اللي يعاونوا الشهداء، اللي يعاونوا الجزائر في الحرب، هذوك المغاربه كلهم نصهم ريافه. باسكو الريافه عندهم ديك النخوه تاع الجهاد وقاعدين الريافه. فهمت؟ ما موجده فيها الريافه اللي نتوما مشيتوا تقتلوا فيهم، جاو هما يعاونوكم. مزيان، كمل. فاش قتلناهم حنايا؟ فاش قتلناهم؟ وعبد الكريم الخطابي كان يحارب في الاسبان والبرتغال، ما كانش كيحارب الجزائريين. لا، عبد الكريم الخطابي كان يحارب كان يحرر في البلاد، في الريف. محمد الخامس كان يحارب فيه، والبرتغال واسبانيا كانوا يحاربوا في عبد الكريم الخطابي. راح لمصر، مات في مصر، قالوا له وين تموت؟ قال لهم نموت في مصر، ما نموتش في بلادي. ما كنتوش تحاربوا نتوما في الريف؟ علاش نحاربوا في الريف؟ هما كانوا يحاربوا معنا في وقت الثوره. لا، ما حاربتوش في الريف، ما قتلتوش الريافه. على نقتلوا الريافه. حنا ما قتلناش حرب كيف يسموها هذيك، مظاهرات الريف. الحسن الثاني ما بومبرداهمش بالفوسفور الابيض. ولكن الجزائريين قتلوا الريافه. وين قتلوا الريافه؟ وين قتلوا الريافه؟ ما كانش منها. وين قتلوا الريافه؟ وين
ما قتلوهمش. وين قتلوا الريافه؟ الجزائريين قتلوا الريافه. شنو دابا انا كنخرط ياك؟ ماشي تخلط ولا قول لي عطيني، قول لي غير البيان برك. كتجبد لي حاجه ارشيف باللي مؤرخ قالها ولا صور حقيقيه؟ واش نجبد لك شي ارشيف؟ دابا واش بغيتي نجيب لك شي ارشيف ولا شنو بغيتي؟ اعطيني، انا سقسيت قلت لك وين الريافه، وين الجزائر قتلوا الريافه، اعطيني لك شي حاجه كدليل بلا ما توري لي، اعطيني غير انت نامنك. صبر دقيقه انا جبدو لك. يا ودي راني نقول لك هضر انت ما توريليش. لا غيوريك دليل. لا حيت لا هضرت معاك، حيت لا هضرت انا. شوف انا كنحاول ما نهضرش انا، حيت لا هضرت انا غنتسمى انا كنخرط، ما كنبغيش نهضر شفوي. كنحاول نجبد لك اقوال ديالكم نتوما جزائريين كيهضروا بفمهم باش ما نقولش انا خرطت عليك. هذا مسؤول ولا مؤرخ اللي راك تجبدو؟ انا غنجبد لك. صبر، ما قلتي عيب، ها هو يبان دابا. دقيقه غنجبد لك فيديو، الصوت هو الصوره، ماشي انا اللي قلتو. مسؤول بصح انسان مسؤول ولا اكاديمي ولا مؤرخ؟ ما تجبدليش. دابا لي جبت لك غتقول لي هذا وزير دفاع ديالكم، هذا وزير دفاع ديالكم، هذا اعلى سلطه من بعد الرئيس، من بعد الرئيس الدوله. دابا غطعن فيه اعلى سلطه من بعد رئيس الدوله هو هذا. دقيقه ها هو الفيديو وصل وجبدته، دقيقه هو غيبان. صبر. عشر سنة في الجيش الفرنسي وتحصل على ميدالية. والده سيد نزار عمل في المجموع 15 سنة في الجيش الفرنسي وتحصل على ميداليات عسكرية أيضا من الجيش الفرنسي. خلال هذه الفترة حسب بعض المعلومات التاريخية شارك مع قوات الجيش الفرنسي في عمليات عسكرية في بعض الدول العربية. وجدت أنا لما كنت أبحث في هذا الملف دولا مثل سوريا والمغرب. هل شارك والدكم مثلا في أحداث ثورة الريف في المغرب في 1923؟ ممكن، لان في هذيك الوقت كل الجزائريين كانوا يديوا لان كانوا داخل الجيش الفرنسي. الجيش الفرنسي كانت عنده مشاكل هذيك الوقت في سوريا وفي المغرب، وخاصة في المغرب في جهة الريف. ففي جزائريين اللي عداو مروا على الريف، وممكن الوالد مر على الريف سوريا مانيش عارف، ولكن على الريف لان ما بقاش كثير في الجيش، بقى حوالي 15 سنة في الجيش. وبعد خرج في سوريا وفي المغرب، وخاصة في المغرب في جهة الريف. ففي جزائريين اللي عداو مروا على الريف، وممكن الوالد مر على الريف. ما كانش منها الجزائريين ما قتلوش الريافه، ما حاربوش في الريف. افهم واش راه يقول. الجزائريين اللي كانوا مجندين عند فرنسا. واش الجزائري مشى قاتل في الريف ولا لا؟ واش الجزائري مشى قتل الريافه ولا لا؟ بصح كانوا مجندين عند فرنسا. لا جاوبني دابا جاوبني سؤال مباشر. جزائريين واش قاتلوا الريافه ولا لا؟ نجاوبك انا. قول لي لا ما قاتلوش الريافه. اوكي باينه بلي كانوا مع فوت. شنو موضوع اخر كنا كنناقشوا عليه؟ طلع خويا سميتو رضا. تكلم اخويا رضا، تكلم. الجوست تكلم رضا. فهمت. قلت لك هذو كانوا مجندين عند فرنسا، سي اوبليغاتوار كيما نتوما. كانت فرنسا صاحبي ديك الساعه، ما كانتش الجزائر، كانت فرنسا ما كانتش الجزائر. ديك الساعه كانت فرنسا. هذاك الجيش الفرنسي متكون من الجزائريين، يعني جزائريين يحاربون. ماشي كنا مستعمرين، الجزائر مستعمره من 1830 كنا تحت الحكم الفرنسي، كانت مستعمره الجزائر. دابا غير فهمني السؤال ديالي. واش جزائري مسلم كيقتل في الريافه؟ داوهم عنوه. كيفاش داو عنوه؟